السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في English Community مع مستر عبد الفتاح، ويلا بينا. عمرك سمعت جملة فيها حدثين في الماضي؟ واحد حصل قبل التاني مثلا؟ طيب ازاي بنوضح مين اللي حصل الأول؟ هنا بقى بيجي دور الباست بيرفكت، الزمن اللي بيخليك ترتب الأحداث وتتكلم عن حاجة حصلت قبل حاجة تانية في الماضي. في الفيديو ده إن شاء الله هنفهم بسهولة إمتى بنستخدم الباست بيرفكت، وإزاي بنفرق بينه وبين الماضي البسيط، وإزاي بنستخدمه في جمل حقيقية من حياتنا. يلا بينا نبدأ ونفهمه خطوة بخطوة مع بعض إن شاء الله. أول حاجة الماضي التام بيتكون من فاعل هاد زائد البي بي، والبي بي ده اللي هو التصريف الثالث للفعل الباست participle. I had bought، كلمة bought هنا التصريف الثالث لكلمة buy، فاستخدمت I فاعل had بعد كده bought التصريف الثالث وكمل الجملة. ولو كملنا الجملة هنلاقي I had bought some fruit، أنا اشتريت بعض الفاكهة before going home، قبل ما أوصل البيت. فده معناه إن أنا عندي حدثين، قبل ما أوصل البيت اشتريت فاكهة. فالماضي التام، الماضي التام ده حدث قبل حدوث الماضي البسيط نفسه. تمام؟ زي ما احنا اتفقنا كده إن الماضي التام هو بداية الأزمنة. بننفي ازاي؟ بننفي بالفاعل hadn't زائد البي بي، والسؤال يا اما دبليو اتش هات فاعل زائد البي بي، او الفعل المساعد على طول يبقى هات فاعل زائد البي بي. والمجهول بنبدأ بالمفعول، وساعتها هيتكون من had been زائد البي بي. لو ناخد بالنا من المثال ده I had bought some fruit before going home، دي معلوم ليه بدأت بالفاعل فاستخدم had زائد البي بي على طول. انما لما بدأ بsome fruit بعض الفواكه استخدم التكوين بتاعنا اللي هو had been bought، وكمل الكلام عادي جدا by me، بعض الفواكه تم شراؤها بواسطتي. يبقى كده بالنسبة للماضي البسيط هو يعبر عن ايه؟ حدث تم في الماضي، تمام، قبل حدوث حدث آخر. في عند حدثين، واحد حصل قبل التاني، فالماضي التاني اللي هو التام ده هو الحدث الأول. تمام. بيستخدم الماضي التام مع التعبيرات الزمنية الآتية. عندنا after before، as soon as by the time، till until، when no sooner hardly scarcely، وعندنا having وكمان معاهم on. في بعض الكلمات هناخدها برضو واحنا ماشيين كده ان شاء الله مع بعض. اول حاجه عندنا after و as soon as بيجي بعديهم ماضي تام، والجمله التانية ماضي بسيط. نركز بقى كويس عشان في بعض الاضافات كده هتغير الكلام ده. after و as soon as بيجي بعديها ماضي تام والجمله التانية ماضي بسيط، والاتنين بيبداوا بحرف الاي. لهم جم في النص، يعني عندنا مثلا هنا افتر واس سون از جم في الاول فبعدهم ماضي تام، والجمله الثانيه ماضي بسيط. ولو جم في النص فعندنا بيجي بعديهم ماضي تام وقبليهم ماضي بسيط. من الاخر ان افتر واس سون از بيجي بعديها ماضي تام والجمله الثانيه ماضي بسيط، مش مهم مكانها فين. عندنا بعد كده كلمتين تاني بيفور وباي ذا تايم بيجي بعديهم ماضي بسيط ماضي تام، ولو جم في النص بيجي بعديهم ماضي بسيط وقبليهم ماضي تام. في عندنا كلمتين تانيين till until بيجي بعديهم ماضي تام ولكن قبليهم ماضي بسيط منفي، واحنا عارفين ان الماضي البسيط المنفي بننفي ب didn't زائد المصدر. تمام. يبقى انا كده after as soon as after و as soon as عندنا ماضي تام ماضي بسيط، before و by the time ماضي بسيط ماضي تام، وتيل until بيجي بعديهم ماضي تام ولكن قبليهم ماضي بسيط منفي. تمام. ناخد بالنا برضو ان في هناك لما يكونش في فارق زمني، يعني الحدثين حصلوا في وقت واحد، فممكن نستخدمهم الاتنين في الماضي البسيط. زي مثلا after و as soon as before وعندنا when، ممكن يجي بعدهم اصلا ماضي بسيط ماضي بسيط على طول اذا لم يوجد فارق زمني. عندنا برضو الفرق بقى في المعنى ما بين جمل when. احنا اتفقنا ان كلمة when دي من الكلمات اللي ممكن يجي بعديها اي حاجة على حسب المعنى. ممكن يجي بعدها ماضي بسيط ماضي بسيط، او ماضي بسيط ماضي تام، او ماضي تام ماضي بسيط، فعلى حسب المعنى. هنا مثلا قال لي when ممكن يجي بعدها ماضي بسيط والجملة التانية ماضي تام. زي مثلا when he reached the station، جاب لي when بعدها ماضي بسيط دي او اي دي اهو. تمام. الجملة التانية the train had left، هنا القطار غادر قبل وصوله، يعني هو الراجل قبل ما يوصل القطار قبل يوصل المحطة كان القطر ماشي. تمام. فده معناها كلمة هاد دي يعني ده الحدث الأول أصلا، القطر مشي أساسا قبل ما يوصل. طيب لو قلنا بقى when بعدها ماضي تام والجملة التانية ماضي بسيط، when he had reached the station، تمام، the train left، وصل المحطة قبل مغادرة القطار، يعني كده ده معناه إن هو وصل قبل ما القطار يغادر. فده معناه المعنى اختلف تماما. الأول ملحقش أصلا، إنما التاني هو وصل قبل ما القطار يغادر.
ممكن يجي بعدها ماضي بسيط. ماضي بسيط ده إذا لم يوجد فارق زمني، يعني يا دوب هو وصل القطار كان بيغادر. when he reached the station the train left. ممكن لحقه وممكن لأ، تمام، بس المهم إن الاتنين حصلوا في وقت واحد. تمام. في بعض بقى الحاجات الزيادة كده ممكن نستخدم الماضي التام مع أفعال عند استخدامها في الماضي الحديث، زي مثلا الحاجات اللي بتدل على الاعتقادات أو المحادثات أو المعرفة أو حتى الإدراك. فممكن نستخدم كلمة realize أو know أو say أو think، تمام، بس في الماضي بقى هيبقى اسمها I saw it وبنكمل عادي جدا I realized I known I said أو said. فعلى حسب الكلام فممكن نستخدم الجملة في الماضي الأول، نحط حاجة من الحاجات دي عشان نقول إن الأفعال دي ممكن نستخدمها عادي جدا ونكمل الجملة بتاعتنا مفيش مشكلة. طيب قلنا لو في أكتر من حدثين في الجملة على حسب بقى الجملة معناها إيه، بس يبقى ناخد بالنا إن الأول خالص منهم ده هيكون ماضي تام. ممكن نستخدم كلمة يت أو اوريدي أو نيفر أو ايفر اللي أصلا الكلمات دي خاصة بالمضارع التام، ممكن نستخدمها مع الماضي التام. ده كله عشان بس يبين الحدث الأول، زي مثلا I saw محمد last night، أنا شفت محمد الليلة اللي فاتت. I had never seen him before، ما شفتوش قبلها خالص. فهنا استخدم never، ورغم ان never دي كلمة من الكلمات دالة على المضارع التام، ولكن هنا قال لنا ممكن نستخدمها لبيان الحدث الأول. طيب يمكن استخدام برضو عندنا until و before و after وليس جملة كاملة، تمام، عادي جدا ممكن تنفع، زي مثلا my friends visited me، أصحابي زاروني after lunch، بعد الغداء yesterday. فهنا after أصلا من الكلمات اللي بيجي بعديها ماضي تام والجملة التانية ماضي بسيط، ولكن هنا قالك لا، ممكن يجي بعدها جملة عادي وساعتها مش هنعتبر إن هي تبع القاعدة بتاعتنا. ممكن نستخدم الماضي التام برضو للإشارة إلى حدث تم في وقت محدد على عكس المضارع التام. المضارع التام لو تفتكروا معايا اللي هو هاز أو هاف زائد البي بي، حدث وانتهى وما زال التأثير موجود بدون وقت محدد، تمام. إنما هنا لأ، ممكن يقول لنا مثلا وقت محدد زي مثلا he had been to أسوان once in to، يعني ده معناه إن هو مثلا وصل أسوان في سنة 2000 مثلا، فده معناه إن في وقت محدد. ودي برضو إيه فرق ما بينه وبين المضارع التام. طيب عندنا no sooner وهاردلي وسكارسلي. no sooner وهاردلي سكارسلي لو جم في الأول بيجي بعديهم had زائد الفاعل زائد البي بي، تمام. أو ممكن برضو يبقى did فاعل زائد المصدر، did فاعل زائد المصدر دول جم في الأول. الجملة التانية بتبقى زان أو when، والجملة اللي بعديها ماضي بسيط. كأننا بنقول بالظبط no sooner وهاردلي وسكارسلي بيجي بعدهم ماضي تام ولكن مقلوب، بدل ما هو فاعل had هتبقى had فاعل، تمام. طب لو نو سونار هارد السكارس اللي جم في النص، بيجي قبلهم الفاعل هاد نو سونار او هارد السكارسلي وبعدهم البي بي. لو نلاحظ هنلاقي ان هاد زائد البي بي ما بتجيش ورا بعضها خالص مع نو سونار وهارد السكارسلي، مره تيجي بعدها فاعل، ومره اصلا تيجي الكلمه الداله على طول. في بقى كلمتين كمان ممكن نضيفهم معانا، عندنا كلمه اون وهافينج. اون بيجي بعدها اي ان جي وساعتها هتساوي وين زائد الماضي البسيط، وهافينج بيجي بعديها البي بي بتساوي افتر زائد الماضي التام.